صباح الفل أو مساء الفل على الناس الحلوة اللي بتتفرج عليا. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل السمك المقلي بأسهل تتبيلة وأسهل طريقة، ومش شارب زيت خالص وجوسي، والطعم بأمانة حكاية. شايفين واللون؟ يلا تعالوا نشوف مع بعض عملناه ازاي. شايفين أنا غسلة السمك ومجهزاه طبعا أنا منضفاه خالص وبالليمون. شايفين اللون حلو خالص، منضفاه. دلوقتي نعمل مع بعض تتبيلة السمك المقلي. انا ما بحطش تتبيله كتير، يا دوب بحط توم وليمون وكمون مش اكتر. شايفين انا مفتحه ازاي عشان التتبيله تدخل فيه. اهو نعمل تتبيله. السمك بيحب التوم الكتير، فانا اهم حاجه التوم. توم وكمون وليمون. هبدأ اتبل السمك واسيبه في التتبيله نص ساعه مش اكتر من كده. لان الاولاد عندي ما بيحبوش متبل قوي. واتبل السمك كله وارجع لكم. وانا كده بتبلت السمك هسيبه نص ساعة في التتبيلة ونرجع نقليه مع بعض. بس انا باجي هاجي اقلي السمك ما بحطش غير دقيق بس ومعلقة نشا وحبة كمون صغيرة، ما بحطش اكتر من كده. وما احطش نشا كتير، بحط معلقة واحدة عشان خاطر السمك ما ينشفش خالص. انا بحط معلقة واحدة بس وحبة كمون صغيرة مش اكتر من كده، وكفاية كده. بعد كده نقليه مع بعض. اكون محطة الزيت على النار ما يكونش سخن قوي. شايفين بعمله ازاي؟ حطه في الدقيق، اكبسه كده بالدقيق. وبعد كده لازم تنفضيه خالص خالص عشان تحطي فيه الزيت، عشان الزيت ما يبص، الزيت يقعد نضيف لاخر حته بتجليها. شايفين اهو مفيهوش دقيق كده، وانزل بيه في الزيت. اهو التاني. اهم حاجه تنفضيه خالص من الدقيق. شايفين اهو في الزيت. هروح اتبل الباقي في الدقيق.
ولما اجي اقلب اقلب السمك في الزيت هوريهولكم وهو بيطلع كمان من الزيت هتشوفوه. وهنا مستنية اهو، شايفين؟ شايفين خد لون حلو ازاي؟ الزيت نضيف زي ما هو، كأني ما حطتش فيه حاجة اهو. شايفين لون السمك واخد لون دهبي حلو ازاي؟ وانا بطلع دلوقتي ركنه 5 في الطاسة لما يتصفى شوية، يطلع اصلا هو مش شارب زيت، والزيت قاعد نضيف كأني ما حطتش فيه حاجة. شايفين؟ ولا كأنه كان محطوط في الزيت. اهو بصوا. وهخلص السمك كله قليه وارجع لكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تبخلوش عليه بفعل الجرس. تعالوا على نفسكم معلش شوية. شايفين السمك بعد ما خلص حلو ازاي؟ انا التتبيله دي بعملها جنب السمك جاهزه، بعملها على طول مع السمك، مش بخزنها في التلاجة. عملت معاكم قبل كده. شايفين؟ ادي السمك حلو خالص، والطعم بامانه ملوش حل. الطعم مع العيش البلدي، مع شويه رز، مع اي حاجه. ما تبخلوش عليه فعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله بخير الفيديو الجاي ان شاء الله، يا رب.